اليوم بغيت نحكيلكم على واش كتحسوا براسكم ضحايا للحياة اللي كتعيشوا. واش كتلوموا الخارج، كتلوموا عائلتكم، بيئة المكابرين، الأساتذة، الدولة، المجتمع، صحابكم. آه كتلوموا أي حاجة. كتحسوا براسكم مظلومين داخليا، داخل نتوما كتهضروا مع راسكم كتحسوا أنكم مظلومين، ولا حول ولا قوة لكم في هذه الحياة. المهم اليوم كنهضر على هاد الدور اللي كيلبسوه بزاف ديال الناس. صراحة أنا لبستو واحد الفترة، ولكن الحمد لله، رحمة الله وقفت معايا. الحمد لله قدرت أنني نتخلص منه. مازال شي حوايج، شي مواقف كنلاحظ أني كنتصرف شي تصرفات ولا كنقول شي حاجة فكنشد راسي، لأنه الوعي هو ماشي، هو رحلة. لأنه هو رحلة، كل واحد كيعيش واحد الرحلة فردية بوحدو. كيبقى كأنك كتنقي، كأنه عندك واحد الثوب بيض كتبقى كتنقيه من الشوائب. انت غادي في الدار كل مرة كتلصق فيك شي حاجة، كتبقى تنقي 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 إلى أن ترجع عند الله مينيموم يكون الثوب ديالك بدا كيصفى. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكتقولوا علاش الشخص اللي كيعيش في هذا الوعي اختار هذا الدور؟ لانه دور من بين بزاف ديال الادوار. تخيلوا اننا حنا كنمثلوا في واحد الفيلم ولا في واحد السيري طويله. فاش بدي فاش تزاديتي بدات الحلقه الاولى، وفاش غتموت الحلقه الاخيره موراها عاد تعرف الحقيقه. فدور الضحيه اختاريتيه ولا اختاروا صاحب هذا الدور؟ اختار هذا الدور لأسباب، لأنه العقل ديالنا هو كيقول لكم العقل اللاواعي ديالنا الدور ديالو انه يحمينا، كيدير كاع داكشي اللي يقدر عليه بالمقادير اللي عنده، بالامكانيات اللي عنده، باش انه يخليك سيف، يخليك امن. فكيبدا يلعب معاك، كيبدا يحاول يخلق لك حوايج باش يخليك انك خاصك تامن بهم وتثيقهم، باش انك يصوفيك، يعني يعتقك او ينقذك. ف دور الضحية اختاروا العقل اللاواعي ديالنا باش انه تحصل على واحد التعاطف، لانه حصلتي عليه وانت صغير ولا درتي شي حاجه ولمتي هذا الخارج شكون ما بغى يكون ولا شنو ما بغى يكون، فلقيتي واحد الفئه ولا واحد الناس كيتعاطفوا معك. وما كيحملوكش مسؤوليه، حتى هما كيزيدوا ياكدوا لك على انك انت، كيزيدوا انك انت عندك الحق. يعني انت امنتي بالفكره ديال انك انت ضحيه، فخليتي الخارج آمن بيك أنك أنت تماريت هذاك الدور. يعني أنت مسكين، أنت ضعيف، أنت لا حول لك ولا قوة، ما عندكش مسؤولية على حتى شي حاجة كدور في حياتك. شنو ما بغى يوقع كتلوم الخارج، كتلوم الناس، كتلوم الخدمة، كتلوم العائلات، كتلوم الظروف، كتلوم الجو، كتلوم بحال كتحيد على راسك هاد الدور. فاش كتبقى تلوم كتحيد على راسك المسؤولية، وفي نفس الوقت كتاخد واحد التعاطف، كتاخد واحد كتلقى الناس دايرين بيك كيطبطبوا عليك، كيقولوا لك او انت مسكين، انت تماريت انك تعيش مزيان، ولا انك توصل لهذيك الحاجه، ولا ان دوك الناس يتعاملوا معاك، ولا انت حقا مظلوم، ولا داك الاستاذ ظلمك داكشي علاش ما جبتيش هذيك النقطه، ولا اون توكا انهم كيدعموا الايمان ديالك اللي انت امنتي فيه في الداخل ديالك، فسقطتي هذاك الايمان خارجيا، لانك انت رابح منه بزاف الحوايج، ممكن تعاطف، ممكن حوايج اخرى. كل واحد العقل اللاواعي ديالو كيفاش كيلعب معاه. ف وباش انك تقنع العقل اللاواعي ديالك انك تقول له
خاصنا نتحملو المسؤولية، خاصك تدربو، خاصك ديرلو إعادة برمجة، خاصك تعاود تشد عقلك بحال طفل صغير تعاودلو ترابي، لأنو نتا وصلتي لواحد لاج نتا مسؤول. علاش ربي قالنا حنايا خليفة الله في الأرض؟ واش كاين شي خليفة ضعيف؟ دور الضحية كيسحب منك القوة ديالك، كيحيد من تحت منك هداك البساط وكيخليك كي كيقولوا على الدص، كيخليك نول، ما عندك قدرات، ما عندك عقل، ما عندك تفكير، ما عندك مشاعر، ما عندك، كيسحب منك الامكانيات ديالك وكيلوحك. مع العلم انك انت اللي بغيتي هاد الدور، انت اللي اختاريتيه، ممكن انت اختاريتيه بوعي ولا بلا وعي، لان ممكن تقدر تكون شفتي واحد ليكزومبل حداك انه بكا وعطاوه شي حاجه، كي قلت لكم ممكن تكون شفتي واحد ليكزومبل حداك تمسكن وخدا داكشي اللي بغا، بكا وخدا داكشي اللي بغا، عجبك الدور بالك ساهل، فاللاوعي ديالك بغى يجرب، فجرب وعجبو الحال، خدا التعاطف، خدا الدعم ديال الناس، فبقى لعب الدور عجبو. لكن هاد الدور هذا كياخد منك اغلى ما عندك، قوتك، طاقتك، ايمانك بالله الحقيقي، اتصالك بالله الحقيقي، كيانك، وجودك كخليفة في هذه الأرض، كأنك انت ربي عطاك بزاف ديال الإمكانيات والقدرات باش أنك تستغل الطاقة اللي عندك، وتستغل القدرات العقلية والقدرات الفكرية والقدرات الروحية والقدرات المادية، من جميع النواحي ديال حياتك عندك بزاف ديال القدرات تقدر أنك تخدمهم باش تكون قوي. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فانت اختاريتي هذاك الضوء لعبتي بيه واحد شويه، جربتي، ولكن فاش كتوعى بالخطوره ديالو، بالنسبه لي انا كنشوف انه حنايا خليفه الله في الارض. الا كنتي كتحس براسك كتلعب الدور ديال المظلوم وديال المسكين وديال المغلوب عن امره، فهاد الدور كينزل مكانك. الا كنتي بصح كتبغي راسك كنوع من حب الذات، تسترجع القوه ديالك وصلح راسك وجلس مع راسك، وعى أموال توعى إني أنا عايش في الضوء، لأنه كاين قوة ما أن الواحد أفوق تفورجي أو ندوزيان فورجوها، قوة ما بقى كيمثل هداك الدور نسى راسو في الدور، ولا هو هداك الشي، هداك الكيان اللي هو تلبسو هو فقط دور، خداه وعاش بيه مدة طويلة وسكن فيه، ولا ما كيعرفش يعيش في الحياة من غير انه يلعب هداك الدور ديال الضحية وديال المظلوم وديال البكاي وديال الخواف وديال المغلوب على امره. لكن انت كشخص واعي، كشخص بديتي كتفهم شنو غندير باش نخرج من هاد الدور، شنو نقدر ندير؟ اول حاجه هو اننا نبداو نراقبوا افكارنا، نراقبوا راسنا، نراقبوا شنو كيدور فينا، نراقبوا من بعد الفرق ما بين شخص فقط كيكبر في العج وشخص كيخدم على راسو كيكبر في الوعي، في الادراك، في الفكر، هو انك تواجه هذا جانب من الجوانب المظلمه اللي تقدر تكون عندنا، انك تواجه ظلامك، تواجه الحياة الخايبين اللي فيك، يعني تواجه الدارك سايد اوف يور سيلف، تواجه هذاك العيوب ديالك، تشدهم وتشوفهم وتقبلهم وتقول انا كنت هكا، ولكن انا قاعد نصلح راسي وغادي نوصل لواحد النسخة مني زوينة، متشافية، قوية، مسؤولة. انه جلس مع راسك كتب الفيرسيون ديالك اللي بغيتي تكون فيها، مش بغيتي تكون ضعيف، تبان ضعيف وانت خليفة الله في الأرض، وانت كيان مقدس في هاد الوجود. فعلى قبل راسك دوز من هاد الرحلة،
هي شوية كتاخد شوية د الوقت، كتاخد شوية ديال مغاديش نقولكم أنها الطريقة هادي اللي كندوزو فيها حنا باش أننا نكونو خير خليفة الله في هاد الأرض أنها سهلة، لأ ماشي سهلة، ولكن هي المريض كتستحق أننا ندوزو منها، لأنو الحياة كيقولك الواحد باش اللي عاش ماشي اللي جا، اللي جا منعرف المهم كيفاش القصة اللي بغيت نقولكم المثال يعني، فعيشو متخليوش حياتكم دوز بين يديكم هكاك بلا ما تصلحو شي حاجة فيكم، لأنو نتا هو البطل الرئيسي في هاد القصة ديالك، الناس الدايرين بيك كلهم يقدرو يمشيو ولكن نتا اللي غتبقى مع راسك تكمل مع راسك القصة. فغادي نخليكم كنتمنى أن يوصلكم هادشي وتفهموا وتستوعبوا الأهمية ديال أنكم تتعطاو من هاد الأدوار كاملين اللي كنلعبو، من هاد القصص اللي مؤلمة شوية كنكونو دوزنا ولا كنعيشوها ولا، فكونوا مسؤولين وكونوا أبطال ديال القصص ديالكم، وغتشوفوا راسكم اون فيرسون غتعجبكم بزاف. نقدر ندير ان بي دي اف، غادي نحطو لكم غادي نحط ان شاء الله اللين باش انكم تكونتاكتاو معايا، بزاف ديال الناس كيقولوا لي بغيو نهضروا معاك، فغادي نحط لكم ايميل ولا شي حاجه باش تقدروا تكونتاكتاو معايا، وغادي نحط واحد البي دي اف ديال رحله التشافي، ما عرفتش واش نشوف نقدر نديرو بشي ثمن رمزي، نقدر نديرو طابور، فمهم انه على حسب المجهود والوقت اللي خدالي، فنخليكم تهلاو لي فراسكم، كنتمنى تكونوا تبقاو في احسن حال وتكونوا في احسن حال وتشافاو وتكونوا اقوياء وتعيشوا احسن ايامكم وانتم متشافين وقويين وخير خليفة الله في الارض. تهلاو لي فراسكم، باي باي.